السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الجمال والجودة. الحلقة الأولى من ذا بودكاست. لازم تكون الحلقة الأولى من هذا البرنامج تكون مميزة جدا. فأنا النهاردة جاي في ضيف عزيز عليا جدا، وعارف إن الحلقة دي هتبقى مميزة لأن الضيف مميز. معانا ومعاكم النهارده ابراهيم البدري. اهلا وسهلا بيك حبيبي يا شد. حبيبي شلونك؟ مبروك الاول على البرنامج حبيبي، ربنا يخليك. والفكره جميله والبود كاست. ايوه وبعدين ايه لازم تقولها كده ذا بود البود كاست. خلاص احنا بقينا في عالم البودات، ما عادش في موضوع خلاص يا تاني. باشا البيزك بتاعنا البود ويلي الديسبوزبل جاي الديسبوزبل. عايزين نبدا البرنامج بتاعنا بحاجه اسمها اكسر التلج. ماشي، نتخيل مع بعض شويه حاجات كده بحيث ان احنا احنا النهارده مع برنامج شادي بقى. وهو ايه؟ احنا في بلدكم عايزين نكسر الموضوع الاول. وقبل ما نخش في الجد، انا عارف ان احنا عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه، وخاصه ان البرنامج له اهداف كتيره هتهم كل كوميونتي الفيب، كل مجتمع الفيب هيبقى مهتم بالبرنامج ده لانه ليه حاجه تفيده. اليوزر هيلاقي حاجه تفيده، المستورد هيلاقي حاجه تفيده، الناس اللي عندها تساؤلات سجاير فيب اضرار مواضيع هيلاقي حاجه تفيده. فخلينا نكسر الاول الموضوع. وعايز اسالك واقول لك، انت لو صحيت من النوم ولقيت نفسك فاتح محل كشري بدل الفيب، الله اول حاجه هتعملها ايه؟ كشري البدري. اول حاجه هتعملها ايه؟ كشري البدري. ده على الكاشير يا معلم. ايوه والمعلم بقى، انت فاهم المعلم. أيوة. واحد بقى. انا عندي فيديو جبت جلابيه حاجه زي كده، شفت اقعد بقى وش ميه كده واقعد. وبقول لك شغل الكشري حلو طبعا. اولا مفيش مشاكل ولا الله بقى الله اعلم. لا ما انت مفيش بقى مشاكل ايه بقى؟ بتاع كشري مش عايزين نجيب بتبيع الاطفال، هيجي لك مشاكل ايه؟ على رايك ايه يا عم؟ انا باشا جالي حمو كده يا باشا. وبعدين هتعمل طبعا اللي انت عايزه. يعني انا عايز حمص كتير، عايز رز كتير. صاحب المحل يعني. صح. مش عارف ليه جاب محل كشري، بس ماشي. هي سلعه عامه، مفيش مشكله. طيب. اكسر التلج. لو الفيب كان اغنيه، شايفه انهي مهرجان؟ يعني احنا كده الفيب بصفه عامه، تخيل مهرجان يليق على اللي احنا فيه. الدنيا شمال. هو المهرجان اللي ماشي معانا، انت فاهم؟ ايوه. وساعات بص انا متخيل بقى المونتاج دلوقتي وهو حاطط بقى ايه الدنيا. لا ما انا رحت باصص له الاول كده، مش دي الكاميرا بتاعتي. الدنيا شمال. الدنيا سيركو مسرحيه وناس كتير عليها. طيب، حصل لك موقف في المحل وقلت بعدها انا مش جاي الشغل تاني؟ لا صعب. احكي لي يعني. لا احكي لي بقى ايه في الموقف ده. احكي لي اغرب سؤال فيب في مصر. يعني جالك يوزر وانت في المحل، فاليوزر اللي دخل عليك سألك سؤال وصلك لمرحلة ان انت عايز تبطل الشغلانة من الاخر. لا ما حدش شايف ده. انا بحب الحاجات دي عشان بقعد اقفش عليهم، وانت فاهم انت اقفشها عليهم وبتاع. بص انا طول عمري تربيت محلات. يعني انا راجل شغال موبايل وبتاع، فانا طول النهار في الشارع في المحل. فصعب قوي اتخيل ان انا اشتغل حاجه تانية. يعني حتى انت بتشوف انا بقف في المكتب امتى، اخد لفه كده محلات وبعد كده اقعد في المكتب. خلاص يلا. فاسئله الفيب برضه انا متعود. انا من المدرسه اللي هي ايه، الزبون دايما على حق، ما بتريقش على زبون حتى لو داخل مش فاهم حاجه. فصعب اقفش حاجه كده. يعني شفنا حاجات عبيطه كتير وبتاع، بس انا عمري ما اقدر اخدها. ما احنا عندنا دلوقتي هقول لك، هي مش يعني دلوقتي مش من باب الدعابه، ولكن احنا دلوقتي بنتسال اسئله. يعني انا لما بقف في محل مثلا الاسيتايل، نخش بقى انت في الكيمياء بقى. استنى. هل انت بجد والله، هل انت كيوزر فاهم يعني ايه اسيتايل؟ مع احترامي الكامل لليوزر طبعا، ولكن هو سامع بروباجندا الفشار والبوب كورن لانج ومواضيع والاسيتايل. يا جماعه ما هو مين اللي اتكلم في الحاجات دي؟ واحد بتاع جيم، واحد انت فاهم قصدي. برضه حشوها في الكلام، على تيك توك. صح. ناس شكلها غريب بتتكلم، فهو محظور. هو قالوا له الحق الفيب فيه اسيتايل. اسيتايل ايه يا عم؟ ده بتاع الاكلادور ولا ده بتاع ايه؟ هو فيه اسيتايل. فداخل يعني مش فاهم. انا عذره برضه، خلي بالك. لان برضه اقول لك حاجه، عندنا في مشكله في مصر في الثقه. يعني انا مثلا لو داخل محل في الصين اشتري حاجه، انا عارف ان الحاجه دي هتبقى مظبوطه ومش هيلعب معايا، مش هيديني حاجه تاريخ صلاحيتها انتهى. في ثقه خلاص. انت عارف ان في سيستم قوي، فانت مش محتاج تشيك على حد. مصر لا، محتاج تشيك على كل حاجه. فمعلش ما جاتش على الفيب يعني. معذورين.
خلينا الاول في السؤال اللطيف ده، البود بتاعك لو اتكلم تخيلوا هيقول لك ايه؟ اقول لك كفايه كده، كفايه ها؟ كفايه كده يا ارحمهم عم. بالعيانه. انا بصحى اللي هو ايدي بتدور على البود، والله. يعني ايدي تبحث كده قبل ما افتح عيني بجيب البود واحط البزازه في بوقي، ودي طيب. مشكله خلي بالك. طبعا. يعني بس إحنا- يعني خلينا ما نخش في تفاصيلها دلوقتي. ماشي، هي مشكله بس عديها عديها. عديها كلنا بنعمل عديها كده. شادي. طيب عندنا فليفر لو بتشرب ليكويد تمام، وانت مع اول باف بتقول لنفسك انا ليه بعمل كده في نفسي؟ مصري ولا مستوى؟ خليها في المصري. يعني خليها مصري. طب اقول لك حكايه، خليها بس ممكن كده او كده براحتك. حكايه في زمن الفيب طويله، هي من حوالي 3 سنين ل 4 سنين. اوكي. صديق من الاصدقاء عمل فليفر، امم عارف سوق العبور، في المحلات والحته اللي فيها بتوع الفاكهه وكده، في حته ورا كده بيرموا فيها الفاكهه البايظه. اوكي. الواد قدر يوصل لطعم الفراوله اللي مرميه في مقلب الزباله اللي ورا سوق العبور، والله العظيم. وقال لك جرب. المشكله ان الزبون اللي قال لي جرب، فانا اتحطيت في موقف ايه، اول ما خدت ايه الخبر بيقول لي ده بتاع صاحبك، والله هو انا ايه عايز بقى الطف يعني، انا اطلع الزبون يروح يقتله قلت له يا اول نفس بس ايوه هات كمان نفس قلت له معقول يعني لو مش عاجباك نبدلها مفيش مشكله يعني، بس يعني كان لاين زلخه والله، وكان مكلف عليه جرافيك وشكله حلو وبتاع، ديزاين من بره وزباله من جوه، زباله من جوه، والله كان حاجه غريبه قوي. انا استغربت ازاي قدر يوصل للعفانه دي. يعني انت مثلا ايه بتجتهد ان انت وصلت لحاجه ما حدش يقدر يوصل لدرجه الحقاره دي، فاهم الدماغ دي؟ عفانه ليه؟ انا هعمل اعفن حاجه، ايوه ما حدش يعرف يعمل اعفن مني. ايوه فهو انا احييه بصراحه هو عارف نفسه. طيب لو هنقول عندي سؤال واقف في محل، اديني بقى عم شادي تمام، شادي جهزنا اسئله وجاب لابتوب وبتاع والشغل عليه ده، والله. ولا ده ايباد ده ولا البتاع أيوة. ده واقف في محل. احكي لي بقى موقف محرج حصل معاك. محرج بس صعب قوي اتحرج دي. لا خليني جوه محلك، يعني مش هقول لك بره المحل، انت جوه محلك تمام. وحصل موقف، ممكن بقى الموقف ده يبقى من واحد بيسلم بضاعه، ممكن يبقى واحد بتاع كهرباء، واحد زبون وات ايفر، بس موقف انت حسيت ان انت محرج فيه. والله احنا قبل كده كان المحل زحمه، كان زمان بنعمل عقود يا شادي، اللي هو الناس مش باين يافطه اصلا من كتر الناس اللي بتشوف بس واقفه كتير، فان هو بيعدي هو بيبيع ايه ده؟ واحده من اللي هي ايه ما اعرفش مطبخ بابا ولا ايه، اللي هي بتشيل عيال كده، اللي هو العيل بيركب كده فاكره ان في بتوزعوا حاجه، هو بيبيعوا ايه؟ ده انا ببيعوا فيب. راحت ماشيه، بس يعني المحلات موقفها كتير لان انت في الشارع اصلا، صح ده هي. بس احنا متعودين، يعني ما اعرفش انا ما بقاش حاجه يعني زي ما تقول كده ايه، ما فيش موقف بيلفتني خلاص، واخد على كل الحوار. انا افتكرت استوقفني دلوقتي موقف. استوقفني والله العظيم. فاكر الواد اللي كان بيجي لك زمان ويعبي الليكويد، اللي كان بيطبخ الليكويد على القهوه ده، وكان بيجي يلف على المحلات. انا مره كنت عندك في المحل بتاع السراج القديم، وكان بيجي يصب لنا يجي انت فاهم عايز كام ازازه ويصب لنا ويمشي. كان اسمه يوسف. بس افتكرته. كان عامل نفسه ظابط شوطه، كاتب في الفيسبوك النقيب يوسف. يا لهوي يوسف جو مش عارف ايه. كان عنده لاين اسمه غريب كده. احنا الموقف ده تقريبا انا بكلمك في حاجه ممكن يبقى من 14 سنه تقريبا، صح؟ حاجه من زمان قوي. لا مش 14، 9 سنين. 9 سنين. لا اكتر. 2014 2015 قبل يعني قبل كان شادي عنده بالمناسبه لاين سبوت. لا ده بعدها. سبوت ده كان في الشهره يعني. لاين ما شاء الله ما باعش ولا ازازه. 2016 فضل في المحل لحد ما باظ. يقول لي عايز فلوس. بقول لك انا ما خدتش الليكويد ده لحد النهارده. ايوه خلاص سيبه هبقى اجي اخده. كان بقى ازاز ام بسبوس. أيوة دي قبل والبسبوس ده كان لا كانت الازاز دي بتاعت مادنز والله. كان بيبيع لي الازازه ب 11 جنيه. اقسم بالله العظيم. الازاز دي فاكرها؟ كنت بروح له رومانتيك. الازازه يا جماعه كانت الازازه قد كده. يعني الازازه 30 مللي كانت ولا ايه ده ازازه؟ كانت ازازه 30 مللي موتره. دي كانت الازازه بتتباع
ب 125 جنيه. كان ايامها الواي 2 كي بيتباع فيها، فاكر؟ يا نهار ابيض. والبسبوس ده تقعد تملى البسبوس وتروح تفضي وكان قبلها الازاز بتاعت القطره، هي اللي هي بتاعت القطره بتاعت ده الجامع احنا الاحمر كده كنا كده تطورنا، وده كان النظيف من الموضوع. الناس متدلعه دلوقتي والله. لا يا باشا ما اعرفش والله متدلعه. اصل الناس دلوقتي بتجيب ازايز، احنا في عهد الديسبوزبل خلاص يا باشا، ولا هيجيب ازايز ولا هيوجع دماغه. هو دلوقتي هيخش يجيب ديسبوزبل ويفتح ويشرب ويرمي. مشكله ديسبوزبل في مصر بس ان سعره هو عمال ينزل، وكل ما ينزل سعره كل ما ينتشر اكتر. هينزل ينزل ينزل لحد ما يبقى اوفر من الاوبن سيستم. كل الناس هتعمل اوبن سيستم واحنا كمان. صح. هنخش على صح ولا غلط؟ ماشي. انا بحب الفقرات. أيوة. مفيش فقره مسابقات وهدايا كده واكسب في البدري العروض يعني لا انا عايز اكسب. انا هنكسبك. واعملوا لي عروض. صح ولا غلط؟ كل ماشي. ما الليكويد يبقى مسكر اكتر بيبقى احسن. بالنسبه لي انا لا، غلط. اوكي. الليكويد المسكر بيبوظ الكويل اسرع. يبقى صح. ماشي. اغلب اليوزر في سوق الفيب ما بيبقاش فاهم هو بيشرب ايه. والله على الله خالص. طب اقول لك حاجه. قول لي. العيال بتشرب سوبر كول. هو دايما اقول للعيال اللي بيشرب سوبر كول هو حاسس بحاجه؟ لا. انت مفيش متهيألي مانجا من تفاح من عنب شعرايه كده، هو حاسس بدي بس خلاص. هي حاسس بدي. العيال ذوقها سالك ما شاء الله. فاكر اللي كانوا زمان تجيب ازازه الكوكاكولا ويحطها ببق واحد؟ كان عندك الحكايه دي؟ تعرف تعمل كده؟ لا. بس كان معاه في المدرسه بيعرف يعمل. يا ابن الذين هم دول بيشربوا سوبر كول دلوقتي. صح. يجيب ازازه هم كبروا. ايوه هم كبروا. هم يشربوا. أيوة. طيب لو قلنا الفيب ملوش اي علاقه بانك تبطل سجاير، ودي اشاعه تسويقيه، صح ولا غلط؟ لا طبعا، ده الفيب ده اسرع وسيله ان انت تبطل بيها سجاير. الجاست ان الزبون كان بيجي ياخد الجهاز بيرمي علبه سجاير بطل سجاير. في ناس اصلا كانت مش مصدق ان هو بطل 30 سنه سجاير مثلا. بطلها كده. انت فاكر احنا في الاول؟ بصوا يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه. انا اول ستور فتحته في حياتي هنقول 2015، ممكن 2014 كان لسه بالعربيه وبلف. 2015 كان عندي محل 2 في 2 بالظبط. اي يوزر داخل على فكره الفئه الاولانيه اللي كانت بتبطل السجاير هم ما كانش عيال صغيره زي ما موجود دلوقتي، هي كانت ناس كبار. فانت مثلا خلينا نتكلم عن حقيقي على فكره كان زمان عندنا ما فيش شباب حتى كلهم صحاب مصانع، ناس كبيره، ناس ليها وزنها، ناس ما شاء الله يعني. كنا احنا بالنسبه لهم عيال صغيره، احنا اللي عيال صغيره، شباب ولسه بتكافح وعامله مشروع جديد. ده كان احنا بالظبط وصفهم لينا. تمام. كان بيعمل ايه؟ بقنعه، بنتكلم مع بعض وبيجرب، وبعدين باخد منه ايه؟ خلص اختار الديفايس اللي هو عايزه. مثلا كان ايامها، سيبك من الايجو، خلينا نطلع لليفل انضف شويه، الكينجر تيك والبيكو. تمام. وازازه الليكويد الجميله كان ساعتها الكوستا، الموكا توباكو طبعا، والواي 2 كي. الاثنين دول عند القطه. ايوه كان هناك بالظبط. كان الاثنين دول اي حد عايز طعم ماشي. ما تنساش برضه انت كان السيت اب دي كانت بكام؟ ما هي برضه كان بيدفع له. ما هي دي كان مبلغ مش ما انا برضه انا بتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم في فئه تجار، ناس كبيره في السن، وانا بكلمك من لو هتكلم من قطاع المحله، فاحنا عارفين المحله كلها مصانع غزل، فناس تقيله على وضعها. كان بيعمل ايه ساعتها؟ قبل ما يمشي لازم اخد منه علبه سجاير اكسرها قدامه وارميها. انت ما عندكش حل تاني غير انك تمسك دي. نقطه ايه؟ خد فيب بطل سجاير بس. وقتي الموضوع انتهى. الموضوع منتهي يعني. ما تسيبش. كان ايامها لزقات النيكوتين والحاجات دي، وكانت الناس بتحاول. ما تسيبش يعني. دي نصيحه بقى للناس اللي واقفه في المحلات النهارده والجيل الجديد اللي موجود. يا جماعه اصحاب المحلات النهارده، البدري والقط وغيره تمام، هم ما بقوش فاضيين للمحلات. ربنا يزيدهم ويكرمهم ويوسع عليهم، عندهم فروع كتير. هو اخره بيتابع الفروع ويروح يكمل شغله في حته تانية. تمام. هو مش بيروح قاعد في الجاكوزي، لا هو عنده شغل تاني. على فكره المكتب عندي فيه جاكوزي، عمري ما استخدمته. شفته؟ والله عمري ما شغلته. الفكره ان الشباب اللي واقفه النهارده هم ده الجيل اللي واقف. هي دي الرساله اللي لازم تقدمها. لازم تنصح اليوزر اللي داخل لك
ما تاخدش فيب وتشرب سجاير معاه في نفس الوقت. انت كده هشرحها لك بالبلدي زي ما كنت بشرحها بالبلدي بالطريقه البسيطه جدا. انت قاعد بتشرب سجاير، بتدخل قطران، هنا بتشرب، بتدخل جليسرين، الجليسرين بيليس القطران على صدرك. اقسم بالله كنت بشرحها كده بالظبط. فانت عارف انت السفنجه السوداء المليسه، عارف انت بتليس القطران كده حرفيا. لا بس اقول لك حاجه برضه بالبلدي، ده بالبلدي. هو اول ما بيشرب فيب ما بيطيقش سجاير ولا ريحه سجاير. والله بص، لازم تعمل اللي عليك وتنصح النصيحه دي، ودي وجه دي الوجه الله. يا ده يا ده، عايز تكمل زي ما انت اولع وتحرق في سجايرك زي ما انت، ولكن ده مع ده بس كان قبل اكبر من ده لوحده. كانوا بيشربوا دي ال مع السجاير، كان يشرب دي ال مظبوط ويحبس بسجاره. ما هو ده فاكر انت الحوار ده؟ فاكر. بس ماشي دلوقتي السلطه سن خلاص، الام تي ال والسلطه قفلوه كتموه الحته دي. طيب لو انا سالتك اغلب المرتجعات، مرتجع طب بتبرق لي كده ليه؟ طيب بيبقى سوء استخدام ولا عيب صناعه؟ طيب هنتكلم نقسمها فترتين من 2014 لحد 2017. جهاز بيجي منه 100 حته، في منهم 10 بايظين في العلبه قبل ما نفتح العلبه، و10 تانيين اول ما تحط البطاريه يبوظ، و10 تانيين اول ما الزبون يشحنه يضرب. كان الكواليتي زي الزفت. دلوقتي زيرو مرتجعات. دايما المرتجع دلوقتي مش الزبون بالنسبه للهاردوير، عشان فعلا الكواليتي كنترول عالي قوي، صعب قوي دلوقتي الجهاز. انت شفت المصانع صعب قوي يطلع جهاز فيه مشكله. بس كان زمان كانت خربانه، يعني البيكو ده الله يمسيه بالخير والله 100 ادي 10 في الكراتين اللي هي يفتح بايظ. بس اقول لك على حاجه، عشان كان في كلون كتير. لا حتى برضه المصنع ما كانش بالقوه دلوقتي، كانت شبايه معفنه، مشي حالك يا معلم. وبعدين هم دلوقتي هم اصلا اتقدموا في الصناعه. ده حقيقي. يعني هو ذات نفسه في كل حاجه. على رايك. طب استنى فاكر زمان انت دفعتي يا شادي؟ فاكر اول ما نزل الكاسيت الصيني الكبير ده كان زباله؟ حسن 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 حسن. لا وهم مجتهدين بصراحه. المنتجات الصينيه دلوقتي اصلا انا شايف الكواليتي بتاعها فوق الممتاز. طيب لو قلت لك صح ولا غلط، اللي بيشرب نيكوتين 50 من اول يوم ده داخل ينتحر مش يبطل سجاير، صح ولا غلط؟ 50 من اول يوم كتير كتير، يعني داخل ينتحر من وجهه نظرك؟ السجاير خا برضه، ما هو النيكوتين 50 سم والسجاير سمين. انت فاهم انت حطيتني فين؟ انت بتقارن 50 بال30 وال20 وال9 بتاعنا الفري بيز، لا بينتحر. لكن اقارنه بسجاير، لا اشرب 50 وما تشربش سجاير. الناس اللي بتختار دي يعني حلوه ولا وحشه؟ يعني ما عشان بعد كده اشوف النتيجه. انا معاطف السكور ما ينفعش. دي هي انت مشيتني على الحز. الطباخين المصريين اقوى من اي حد، صح ولا غلط؟ كان معايا واحد صاحبي صاحب لاين مشهور، الله يمسيه بالخير، كنا بنتقابل في حته في المعادي وكارفور كده، الناس عرفته حبيبي ده. فجه في يوم بدي ومش بدي وبتاع، بقول لك ايه ما تدوق كده، واخد نفس غلطان هموت. بقول له في ايه ده؟ في ايه؟ قال لي اصل انا كنت بعمل الباتشات فحطيت نيكوتين. وبعد كده مش عارف مين بيقول لي احنا ما حطيناش نيكوتين، وبيعملوا في زي ميكسر كبير كده، فمش عارف مين قال له احنا حاطين نيكوتين، قال له لا حط تاني. بعد كده مش عارف وقت عملت ايه ونسيت، رحت حاطط تاني. فكان المفروض يبقى 6 نيكوتين، بقى 18 19 في دي ال. فبقول له يخرب بيتك ده ايه ده؟ طبعا ايه رميت البتاع. قال لي رميت فين؟ ما انا كنت عبيت الازايز اصلا. قلت له بعدين، قال لي بعتها. قلت له بعدين، قال لي مفيش حاجه رجعت خالص. والله العظيم. بس برضه خلينا نتفق ان ده جيل قديم، يعني الجيل القديم. بص يا معلم، صلي على احنا دلوقتي على افسس السلام، مشكلتنا في الليكويد المصري ايه؟ الوضع. بس انا بتكلم عن الطباخ مش عن ماتيريال، مش انا بتكلم بصفه عامه. الطباخ المصري انا باخد معايا ليكويد مصري او لا، انا باخد معايا ليكويد مصري وانا مسافر، وانت شفت في شنطتي ليكويد مصري. مظبوط. وبحب الليكويد المصري. مظبوط. وفي طبعا. بس اقول لك حاجه، اللي ثابت خد وضعه في السوق قاعد. اللي هيعك هتعك الباتشايه دي، والثانيه مش تعمل الثالثه يعني. بس يعني السوق بيفلت اصلا في الموقف اللي زي ده. على سبيل المثال اكس من الناس نزل باتش كان فيه غلطه في البروبلين في النيكوتين واتيفر، يعني لم الباتشايه من السوق. يعني ده راجل عايز يحافظ على اسمه، الراجل ده لسه موجود لحد النهارده عشان يحافظ على الكواليتي بتاعته على زبونه. ما انت كده وقعت في نقطتين، نقطه حرام، انا عارف ان ده فيه عيب وببيعه كده حرام اصلا. نقطه تانية ان ما حدش يشتري منك، ممكن تبقى غلطه مطبعيه مش اكتر يعني. لا انا قصدي خلاص، انا طالما عرفت لم يا باشا. وانت بتشوف شركات كبيره بتلم حاجات في عربيات، وبتلم عربيات. صح.
عشان يصلح فيها مشكله، مش عيب على فكره. صح ولا غلط الريفيورز هم اللي بوظوا سوق الفيب انه ريفيورز بصفه عامه؟ ريفيور كتير قوي يعني، بصفه احنا عامه ريفيور كتير قوي، بصفه عامه الفود بلوجر والفيب بلوجر فاكر انت؟ فاكر طب انا لو يعني اتكلم براحتي يا عم شادي براحتك. يعني اقول اللي انا عايزه، يعني في عندكم زرار ولا حاجه، بس لو سمحت انت حد ايه يعمل لي كده هنقطع ايه في لا اوعى تقطع، اوعى تقطع بالكلام. الحلقه دي مسجله عشان طب بص عشان ما نظلمش الفيب، أوكي. هي ظاهره الناس اللي بتاكل عيش من الفيديوهات اللي على التيك توك والفيسبوك وبتاع، دي ظاهره اصلا اوكي في كل المجالات، ملابس، فيب، موبايل، كل حاجه كل حاجه وفي كل دول العالم. النهارده الصين بص على ليه؟ التيك توك. ليه؟ لان هو بالنسبه له لو خد منك 1000 جنيه مم. 500 جنيه مم. دي بالنسبه له فلوس، هو ما عملش حاجه. مم. بس الناس دي بتتفلتر برضه تاني، مظبوط. فيها ناس بتكبر وفيها ناس بيطلع ويختفي. مم. فانت السؤال ايه؟ لان انا نسيت السؤال انت اصلا. شايف ان في ان الريفيورز اه ليهم دور في ان ليهم هم دور. يبوظوا سوق الفيب؟ مش اه دور ليهم ايجابي، دور انا إن هم بتكلم على يبوظوا. السلبي. ليهم دور يبوظوا، زي ما ليهم دور ايجابي ليهم دور سلبي. مم. وخصوصا الريفيور العيال اللي بيبيع العيال مم. وبيشجع العيال انها تشرب، وفي ناس كده، وخصوصا التيك توك. شايف ان الصح ولا غلط السوق اكتر من نصه 21 سنه؟ اكتر من تحت نصه تحت الواحد تحت ال 21 لا تحت ال غلط 21 غلط سنة. غلط. هم نسبه بس مش هتزيد عن 25%. مش 50. لا 50 كتير، 50 كتير قوي. نروح بقى على الفقره الدسمه بقى. يلا نروح بقى. دسمه بقى. هنقول بقى القسم بتاع البرنامج، والله العظيم اقول الحق. ايه ده في الاول ولا في الاخر؟ لا دلوقتي ده من هنا. يعني الفقره انت هتقول لي الاخيره حاجه اقول الحق. الفقره الاخيره اه هي قول الحق. حاضر فانا عايزك يعني هقول الحق. يا عم والله العظيم اقول الحق. عمرك بعت ديفايس ليوزر وكنت عارف ان هو تعبان؟ تعبان في عيب يعني؟ ديفايس تعبان، الديفايس امكانياته زباله وبتبيعه لا بسعر لو ما غالي. عجبنيش ما باخدوش اصلا المحل. يعني مثلا هقول لك على ذكر على سبيل المثال، ماشي. فاكر ايام الديفايس اللي هو الرفيع اللي هو كان اسمه اكس، كان اسمه ايه؟ اسمه استنى ايوه اللي كان جايبه اكس بود. حاجه كده. اكس بود. ايوه اكس بود. حصلت ساعتها مشكله ومشكله كبيره لان بس هو كان في ميزه الاكس بود ده. استنى بس الاكس بود ده كنت انا ببيعه مش عارف 150 جنيه حاجه تافهه جدا مقابل التانيين. لا بس ايوه كان ب 150 جنيه بس حاجه كده كانوا كده. بيبيعوه مع ان هو ما يستاهلش ال 150 جنيه. لا انا لما نزلته عندي في انت كده الستور كنت نزلته ب 100 ولا ب 150 بثمن الكارتج من الاخر. قلت خد ده، بس ده بتاع ايه؟ جواب استخدام مره واحده. عجبك اشتري بقى لان جهاز. هو كان استخدام مره واحده وبيترمي. كان ضايع بس كان تجربه، وكان ايامها اول حاجه ب 1000 وي. ده حقيقي. فكان ده ب 150 جنيه ببيعه في الستور. يعني خد ايه رايك؟ الفيب حلو، اشتري بقى كاس ديسبوزابل ايامها. طيب مين اللاين اللي ما كنتش بتحبه بس كنت بتجيبه عشان الناس بتطبل له؟ مش هقول لك بتطلبه، طبل له، بيطبل له فبيطلب من الاخر. طب يعني والله ما عمري نزلت لاين انا مش حابه ولا صاحبه حبه. انا في لاينات المحل عشان صاحبه انا ما نزلتش لاين واقسم بالله بيطلب. واقول لك اسامي اشهر اكتر لاين بيبيع في السوق دلوقتي شاري عافو، والله ما عندي، عشان كنت بكلم صاحبه قال لي اصل احنا مش عارف. اشيل دي وقف يا ابني وانت على يدك مع انه بيبيع. ده حقيقي. صح. قلت له ايه؟ ده حقيقي. مع نفسك. القصه بتاعت اللاينز بالنسبه لي ايه؟ انا عندي كوليكشن ليكويد. بص يابا انت ما بتخترعش حاجه. يعني انت عامل توباكو كامل وهو عامل توباكو كامل ومحمد عامل توباكو كامل وعلي عامل توباكو كامل. انت عامل ازاز لون اخضر وعامل ازاز لون احمر انتوا كلكم زي بعض عشان ما نعيش. انت تزود فانيليا وهو قافع حته كاستر. ما تحسسنيش ان انت يعني ايه مهندس نووي ولا كيميائي. دول اللي هو ايه الواد اخترع بقى وطلع اختراع. هي ريسبي، وممكن اديكم ويب سايت دلوقتي نكتبه لكم على الشاشه هتلاقي كل الريسبيز دي. حط 2 مللي فانيليا على، يعني انا مدام ولا اي مدام في البيت بتعمل كده كل يوم في المطبخ. لا بس النفس يا بدري اهو بيقول لك النفس. النفس ده مش زي النفس ده. فانت لا بس برضه في ناس في نوع اجتهاد ان هو بيخترع ريسبي في اللي هو من الاخر. مثلا خلينا نقول الفي سي تي، ناس كتير حاولت تقلدها ما عرفتش. الفيجا ديل كوبانو
ناس كتير يا جماعه، ما هو السبب في سي تي عملوا ايه؟ الفليفر بتاع التوباكو بتاعهم مش ار واي 4. طب ده أقول لك هم حاجة؟ اخترعوا الفليفر. انا في فعملوا- في تي مصري بحبه عن القشطه. حلو، بتحبه. بس أنا طبعا طعمه عاجبني اكتر من خليني القشطة. بقى في ان هو بيقلده، ماليش دعوه بان انا بيقلده. معاك انا معاك. ولكن الشركه نفسها عملت الفليفر، ما جابتش مثلا ار واي 4، لا هي اخترعت الفليفر لنفسها فعملت منه ده. طيب ماشي، ما أنا خلينا اخترت فيجاد حاجة مثلا. طعمها قريب ليه. خلينا فيجاد. فيجاد بيلعب على ايه؟ بيلعب على النيكوتين. ها. انت فاهم؟ هو بيصنع لنفسه النيكوتين اللي بيصنع بيه الليكويد بتاعه، يعني هو ما بيروحش يجيب من الهند او من امريكا او ما هو إحنا في بتاعه نقطة هو. اجتهاد بقى. ما ايوه أنت ده الاجتهاد. ايس كريم الله ينور دولسي عليك. زي ايس كريم برافو عليك، برافو. عزة هي دي ولا هي دي هي دي في جزء بالظبط. اجتهاد وفي هي دي جزء بالظبط. ماركتنج وفي جزء براندنج. انت طبعا. عامل ازاي شكلها حلو، عامل ستيكر شكله حلو، اللوجو بتاعك اصلا ممكن يخليك تبيع. صح. ففي دي جزء اجتهاد، بس صح. البيزك ايه؟ كلها يعني محصله بعض يا عم شادي. يعني انت مش ما تعيش عليا. بدري أنا نسيت الريفيور، السؤال. بدري اللي بيطلع يتكلم وبيطلع لايفات وبيتكلم مع الناس من الاخر، صاحب لاين جايب لك منتج، تمام تمام، بيقول لك اتفضل ادي المنتج، عايز اعمل اعلان مع حضرتك. تمام تمام. تمام. انا عايز الصراحه بقى في الحته دي. انا حالف. هل هطلع اتكلم اه وانت اكيد بتجرب اه قبل ما تطلع تقابل الناس، او يا بتجرب لايف وات ايفر، يا اما ماشي. بتطلع تجرب عندي الاثنين تمام؟ كيس يا عملت إما كده وعملت الله ينور كده. عليك. هتقول للناس ان ده هو ما عجبكش، اه هتطلع تقول للناس انا ده ما عجبنيش، اه ولا هتقول كله حلو؟ حصلت، وكان وليد عيد زعل مني. بقول ست تشيز كيك طعمها عادي بقى، لقيت بقى اللي بعت لي على الواتس قال لي بس طعمها عادي. يعني. انا بتكلم هي ما عجبتنيش، مش بتكلم ما عجبتنيش ان هي عاديه. هو برضه هقول لك حاجه، لا برضه في يعني. تركايه انا آه. بجاوب الاول. امم يعني انا الاول من الاول انا بجاوب مره أونلاين مره وممكن غلطت. ارجعه لك مرة بشياكه غلطت. برضه. مش طبعاً. هسيح لك. طبعا. يعني انا مش هاخده منك واطلع اقول ده وحش. انا جاوبته وبقول لك معلش والله مش شادي هعرف. مش جايب معايا. مش هقدر. اه وانا مش قوي في اللاينات المصري، يعني مم. هتلاقيني قليل قوي لما بمسك لاين مصري يعني. بس غصب عني لازم اعمل في المحتوى بتاعي شويه مصري، مظبوط. عشان الناس بتقول لك اشتري ايه من السوق وبتاع. فحتى فاكر السوبر كول كنت بشربه في لايف قبل كده في تيست، مظبوط. كان ماي كلاود وقعدت اجرب فيه. مت يا شادي مت، البتاع ساعه قوي يا شادي. ده حقيقي. وايه عارف انت، وخدت اول نفس بقى اللي هو ايه، نفس دي ال بقى ايه من وداني. ده كان يوم. لو في هو اوريدي موجود، بس يعني خلينا عايز اسمع رد فعلك في الحته دي. انت شايف ان في حد بيقلد ستايلك تمام وبيسرق افكارك؟ حلو ماشي. هتقول هو مين ولا هتخاف؟ ها تاني. يعني انا لو لقيت حد بيقلد هو بيقلد انا ستايلي. بكلمك على ستايل مش البدري. انا بتكلم ما. على ستايل المحلات بتاعت البدري مثلا لوجو تمام. مثلا بتاعي برضو ما هي في حاجات ما ينفعش، في حاجات عامه ممكن عروض وبتاع. لا لوجو دي قصه ثانيه ستايل. يعني. لوجو مثلا لوجو المحل ده العلامه التجاريه بتاعتي. مظبوط. لا ده انا اولع فيه. بتقلدني عروض بسخ، ده انا بحب كده. انا القصه مش، ما انا عارف ان انت بتعمل ده. اديني انا عايزك خد عندي تسميه دي يعني. انا عايز من الاخر البدري النهارده وهيطلع يقول للبرنامج ولمشاهدين البرنامج ايوه يا جماعه انا هو بقولها علانيه، انا عارف ان فلان بيقلدني وبيسرق افكاري تمام، لان انا مش خايف منه. طب ايه افكار يا شادي برضه يعني؟ اوفر على جهاز ده بصفه عامه بقى. تخيل تخيل كله ينفع. تخيل الموضوع، السؤال بابليك عشان تتخيل ايه اللي انا ممكن. مين اللي حط الاسئله دي اصلا؟ المخرج قاعد ورا اهو دلوقتي. اديني سؤال انت حتى لو سالت بنفسك تعرف تجاوبه، لكن انت تحط اسئله بقى يعني تعرف تجاوبه؟ ماشي جاوبه. عندنا بص يا معلم، انت بتقلدني في ايه؟ يعني انت بتقلدني كمحل في ايه؟ ان انت بتعمل اوفر افكاري وستايلي. ما هو ده افكاري. ما هي دي افكاري، ان انا اصحى النهارده اعمل مثلا عرض بشكل معين بديزاين معين، ما هي دي فكرتي وده ستايلي. انت فاهم قصدي؟ لو انت ماشي ورا ما عنديش مشكله، ما انت كده ماشي ورا. ايوه. مين اللي انت شايفه بيسرق؟ ما شفتش حد بيسرق افكار بالشكل الفج ده. وبرضه السوق بتاعنا حق الله محترم، يعني مش هتلاقي حد بياخد لوجو حد او اسم لاين، مع ان الحاجات دي مش متسجله. يعني انا ممكن اسم اللاين بتاعك مثلا اخده اعمل بيه لاين، مفيش عندنا الكلام ده. دي حاجه خلي بالك برضه ادبيه بينا
ما شفتش الكلام ده في الماركت بتاعنا. ايه الجهاز اللي انت شايفه ما يستاهلش سعره او مقلب من الاخر؟ الجهاز المقلب في الفتره دي اصل الاجهزه كتير. خلينا في اخر فتره. اوكسافا دي ان ايه. انت اديت الناس اوبشنز كتير فشخ وهم مالهاش لازمه اصلا في البتنجان يعني. يعني امثلها لك ازاي يعني انت مديني اوبشنز كتير انا مش هستخدمها. تاني حاجه موضوع التحكم الحراري الناس مش فاهمه حاجه. انا الجهاز ده تعبني في المحل وعايز سوفت وير من اول ما ينزل. وانت ايه يا عم انت زبون البود يا جدعان واحد عايز يحط شويه بالازازه ويشرب. حتى البودات لو شايف كل دلوقتي بيعمل اوتو سيلكت وما بتظبطش انت وات ولا اي حاجه سمارت هو تحط البتاع وتشرب. انتوا مصدعيننا ليه؟ ايه الانجاز؟ اكتر جهاز السنه دي انت شايفه مقلب؟ مقلب وسعره عالي طبعا لان طبعا عشان يحط شيب دي ان ايه على البرايس بتاعه وفيها مشاكل تقنيه شويه انها بتاكل بطاريه وحاجات تانية كتير صغيره يعني. وببيعه في المحل على فكره بس انا بقول للناس بس انت عايزه خلاص. مين اكبر منافس ليك بالنسبه لسوق القطاعي؟ محلات. لا المنافسين كتير. انا ما اقدرش اسمي في مصر. مصر كبيره. مصر القط اكبر منافس ليا وانا قط يعني هقدر ما تضحكنيش اصدقت يا ابو واحد فانا اقول لا عايزش اعمل حاجه. عمرك جالك مرتجع وبعته تاني؟ بعته تاني؟ في بصلحه وببيعه يوست. ابيعه تاني على عيبه لا. يعني طب خليناها مثلا في يعني واحد فتح الديفايس وشغل اللي هو قال لك انا ممكن اشيل الكارتج فهو احط الكارتج جديد واحطه تاني جديد. لا ببيعه بس اقل. بتبيعه اقل؟ ببيعه ده والله. بنبيعه ازاي؟ ده مفتوح واحد جوابه ده ب 1000 ونص ده ب 1250. اوكي مفتوح واحد جوابه وبيتباع. وليكويد ايه يعني ليكويد مرتجع جايلك ما عجبوش بعمل صاحب اللاين ما عجبنيش الطعم وهو مش عيب صناعه. بص لو في اللاين المصري وانت بتراضي ما زبونك دايما فهتاخدها تبيعها تاني. برجعها. لا مش هبيعها تاني. مش هتبيعها تاني لو اتفتحت خلاص برجعها. يا اما مثلا في لاينات انا بشربها والله باخد الازاز اشربها انا عادي ما برجعهاش صاحب اللاين. لان برضه انا في جزء من الموضوع ده بذوق هو مش جاي معايا. طيب لو جالك عرض تبيع البراند كله وتخلع هتوافق؟ لا ما هو انا البدي والبدي انا يعني استنى انا كنت قاعد كنت قاعد مع عمر دخان اوكي يقول لي يا عم انت البدي قلت له يا عم بقول لك اشتري البدي كنت هو زهقان وبتاع وكل شويه قال لي اشتري البدي ما انت هتروح تفتح قلت له امدي لك حق اشتغل عندك اشتغل عندك سنتين. يعني ما تفكرش كده مثلا ان انت خلاص مين عايز سلسله محلات البدري؟ لا صعب برقم من كذا اتفضل مع السلامه بادارتها بسياستها بسيستمها. لا صعب لان عندنا احنا امثله كتير اتعملت يعني عندنا شركه توزيع عملت كده لاين عمل كده حصل اوريدي حاجه زي دي حصلت. فهل انت بقى كمحلات ممكن؟ لا انا المجال ده هو دي شغلتي يعني. حتى انت شايف السوق نزل احنا بننزل معاه السوق طلع احنا بنطلع معاه. ما عنديش طموحات في حاجه تانية يعني. هفضل بتاع فيب. طب ما هو هنفترض ان خلاص قفلت هتشتغل ايه؟ انا دلوقتي مثلا عندي 9 محلات يبقى عندي 8 يبقى عندي 7 يبقى عندي 2 يبقى عندي 1 خلاص قفلت. ايه الفقر ده يا عم؟ هنشتغل لا عايز اعرف فكرك للمرحله قفلت هشتغل ايه؟ والله احنا عندنا شركه تانية ابتدينا فيها داخلين في 6 اشهر دلوقتي وعملنا شغل حلو اسمها EVM بتاعت ماركتنج. بنعمل بس فممكن بقى تنزل خلاص قفلنا الفيب هتنزل ممكن تعمل نفس الموضوع موبايل. احنا كنا زمان شغالين موبايل بالظبط كده. هنرجع نشتغل ميديا بقى بصفه عامه. بس انا شغلي بتاع ريتيل. يعني انا من 2004 بتاع ريتيل ببيع اكسسوارز موبايل بعد كده قطع غيار موبايل. يعني انا راجل بتاع محلات قطاعي. فهتشيل ده هحط ده يعني ممكن ترجع تاني لموضوع الموبايلات عادي. هرجع تاني. يعني خلي بالك انت لو نزلت المول دلوقتي كنت انا اول واحد جاب التابلت الصيني. فاكرين يا جماعه التابلت الصيني ابو شاشه كبيره الرخيص ده؟ وقت جبت التاتشات بتاعته العيال بقى كان معايا عيال بقى فقلت ايه اللي هيبوظ؟ التاتش والشاشه. جبت التاتش والشاشه. كل المولات اللي جنبي تبعتك ليا. روح للبدري عند التاتش والشاشه. تخصص حلو برضه. عمرك عملت اوت اوف ستوك وانت عندك جوه؟ عملت اوت اوف ستوك وانا عندي جوه؟ لا انا بحب امشي البضاعه. انا عفريتي البضاعه المخزن يبقى مليان. انا اشوف المخزن مليان. يعني ما جاش مره ان انت قررت ان شغل خزن وهتغلى والشغل ده ما لا. وبقعد اقول لك حاجه المجال يحكم. يعني انا كنت شغال موبايل اوكي واكسسوارز موبايل ماشي. النهارده الجهاز ده جديد بكره الجهاز ده مش هيتباع.
مش هيبقى موجود. بس احنا في الفيب الموضوع نفس مختلف. القصه برضه. لا بالعكس، هقول لك حاجه، بالعكس يعني انت دلوقتي ويل A2 اس امم السنه اللي فاتت كانوا مولعين الدنيا. جي كاليبرن جي. خلاص يا باشا، انت دلوقتي في شغلانه تكنولوجيا كل شويه يجي جديد. يعني دلوقتي اوكسافا هتجيب لي اكس ريمبو 2، هتجيب لي سوري اكس ريمبو 1 وفي اكس ريمبو 2. طب لو عكست السؤال، يعني نزلت ان انت عندك وانت ما عندكش اصلا، ما اقدرش، ما جوش سمعه مكان. الراجل اللي هيجي يقول لي انتوا عندكم كذا، قايلين ان كذا عندك وبكذا كمان السعر، ولو ما لقاش مش هتشوفه اشتري. يعني ان كانت كده او كده لا هتريسك كتير، هتخسر. امال قالها بجد كده ليه الشادي اصلا؟ انا عارف ان هو بيتكلم كده في كده تكايه جد، حاسس ان جاي اتعسر هنا، احنا جايين نهوج. لا خالص. لو نزلنا فليفر جديد السوق وكل الناس انت شايفها بتشكر فيه، لا خلينا في حاليا اكس ماشي تمام. انت شايف كل الناس نزلت في فلان، الشركه دي هتخليها سيدي بريميوم ونزلت فليفر جديد حلو وبعتته، وانت شايف ده فلان بيشكر فيه، ده فلان بيشكر فيه، جالك بالصدفه واحد صاحبك شكر فيه تمام. فين السؤال؟ وانت شايف تمام. انت بقى انت عارف، ما هو انت من جواك عارف ان ده تعبان اصلا اوريدي. انت جربته مثلا، تعبان في ليفو ما عجبنيش ولا تعبان ماتيريال؟ لا انت وانت هناك مثلا جربته في دبي وعارف ان هو لا ماتيريال ولا طعم ولا انتاج، ولا هو واخد صيت على الفاضي تمام، ورايح دافع لده ولده ولده ولده. انت عارف لانك جربته تمام. هتخالفه بقى هتطلع اللي هو شديد هتقولها لي في وشي ولا هكبر دماغك؟ شادي بيقول اللاين ده حلو. يا عم خليني اهو انا شادي تمام. انت احنا كنا في دبي، هتصل بشادي بيني وبينه اهو. ليه بقى؟ مالكش كلام مع شادي؟ ماليش كلام مع شادي، مش هنيش دعوه. ليه بقى؟ لان شادي عنده الناس بتاعته، والله هو بيكذب عليهم مسيهم يعرفوا. معلش يا شادي، هي الدنيا زغنطوطه قوي يعني. لو انت دلوقتي طلعت هيست على حاجه كمان شهرين طلعت الحاجه دي تعبانه، اديك شايف مثلا صاحبنا اللي يبدا بالالف واللام، ناس داخله كانت بتسلخه. انت قعدت تقول لنا ده مش عارف ايه، وقعدت في الكومنتات يا باشا نازلين في ذبح. الناس ما بتنساش وما بتسامحش، وانت حر. دي امانتك، خلي بالك. مظبوط، مش امانت انا. انا بالنسبه لي في الاستوز والله لو طعمه مش عاجبني طعمه بس عاجب الناس هجيبه وابيعه عادي. ماتيريال لا خلاص مش هتكلم فيه، مش هجيبه. سمي لي جهاز واحد وبراند ليكويد واحد يعني من البراند الفلاني الجهاز ده. طبعا الشركات دلوقتي يا جماعه، انا ليه بسال السؤال ده؟ الشركات النهارده كل شركه عندها 50 جهاز وكلهم موجودين في السوق حقيقي. جهاز واحد من شركه معينه وفليفر واحد من شركه معينه من براند ليكويد معين. بص احنا طبعا شادي نفس القصه، احنا ممكن يبقى معانا مثلا 5 اجهزه. اللهم لا حسد، بس احنا يعني اصحاب الاجنسات احنا بنجرب يعني. انت بنجرب يا جماعه بالظبط. معاك الجهاز ده والجهاز ده والجهاز ده والجهاز ده، فما اقدرش اقول واحد. بس انا كان اخر فتره معايا الجي 4 عجبني عشان خفيف وبطاريته كويسه، والدي جي فيستا بتاع جيج في اوكي مسكته مع حنانه كبراهيم، ومعايا ماسك اليومين دول الجهاز البيكسو ده. شوف انا بعمل له فيديو فماسكه بقى عايش بيه. لا شايف في اجهزه كتير كويسه في السوق، وده خلي بالك حيره للي بيجي يشتري. مظبوط. بس البدري انا النهارده بدري هما الجهازين دول الفتره يعني الاخرانيه والبيكسو، يعني انا الثلاثه دول انا ماشيين معايا لحد دلوقتي كويس. طيب وسمي لي فليفر من لاين، فليفر واحد من لاين واحد. هو في فليفر اسمه توباكو كريم فيبو هوليك، لما اتفقت معاه جربته. بقول لك ايه، بص انا رحت عنده المكتب، انت شفت ازايز انا قاعد بشرب فيه حصل، وهو دلوقتي موجود. ما خلاص عارف لما بتلزق في حاجه وما بتغيرش الفليفر. بس انا عندي مشكله مع حته لان انا عارف ان انت الممثل والامباسادور واللي ماسك الموضوع بتاع فيب هوليك في مصر. فيب هوليك ايجيبت هو ابراهيم البدري. ففيب هوليك نزلت بوست تمام بتتكلم عن الليكويد المصري بصفه عامه. انت شفت البوست مش انا اللي كاتبه، انت عارف اسلوبي. مظبوط. ولكن الموضوع هنا انا بتكلم بصفه عامه. انت فيب هوليك لاين بريميوم تمام، موجود في السوق، متوفر عند البدري وموجود في محلاتي وعند كل الناس. تمام.
فان فيب هوليك داخله السوق تهاجم اللاينات اللي طبعاً. موجوده. لا طبعا هو ما انا كان دخلش حاجة. عندي نرجع تاني للبوست. البوست فأنا- كان بيتكلم عن ايه؟ اتفضل. البوست كان بيقول لك في اتفضل. لاينات في مصر وفي لاينات بره. اللاين بتاع بره ده معمول بضوابط. انت شايف مصنع في جد مثلا في امريكا مم. ينفع يخلط بمزاجه؟ هو ما بيمدش ايده اصلا. ينفع يعني شوف انت بتقول لي ما بيمدش ايده على مفيش بني ادم بيلمس حاجه. مم. ينفع يزود نيكوتين في باتشايه ويقلل نيكوتين في باتشايه؟ لا. مش عنده كشف عشوائي بيجي واحد مفتش بيروح واخد ازازه كده من وسط ال 70,000 ازازه. طب لو لقى ازازه فيها مشكله بيعمل ايه في المصنع؟ بيعدم الباتش كله. ده كده غير الغرامات وغير. فهو البوست كان بيقول لك ايه؟ مم. بيقول لك اللاينات دي مم. طب معموله تحت رقابه، مم. وفي لاينات معموله مش تحت رقابه. مم. اللاينات المصريه مش تحت رقابه، مم. رقابتها ايه؟ مم. ضمير صاحب اللاين. مظبوط. مظبوط. وفيها الحلو وفيها الوحش. فهو بيتكلم في ايه؟ انت لا، عايز بس انا ما ينفعش ادخل سوق جديد. يا باشا انا هو جديد. بيتكلم. انا النهارده معلش، هل شفت قبل كده يا سيدي، خلينا في اللي انت ذكرته، هل شفت فيجاد قبل كده طلعت اتكلمت على الليكويد المصري مع انها موجوده جنب على نفس الرف ده هنا وده هنا، ممكن يبقوا في رف واحد. ماشي، ما انا تمام؟ بتكلم في كونسبت انا البوست. بتكلم ذات نفسه. النهارده كونسبت ايه في البوست اللي انت شايفه يخلي شركه بيهاجم الليكويد المصري اللي كله؟ يخلي شركه انجليزيه داخله الماركت جديد تهاجم الليكويد المصري من فين بابه. الهجوم؟